كيرن سأيوب. السلام عليكم. حيسام متن سيد كرن سيوب يوم 10 نوفمبر سنة كلي 2023 اليوم لدى الأخبار قلت راقلكم. الدواء متما أورو ترتري لاجي مسلحين قتلوهم. السودان اندهربوا بقبي متما توبيا لا تولاجي نبرت له معسكر ديبو ورو ترتري لاجي أبو هويتهم يتأمرت شفتا الداخل معسكر كمثل قتلاء ما تتحبروا ديبا معسكر لاجين حالة أمن وسلام اند تتكلم قيس كمليتهم مثل منبرت معيشة لاجين سلام اند حقلو حياتهم خطر كمليت اند أشروا لإماتاتهم لالو عمل اند تحب عوض قلابة بودي معسكر للعطو شفتا من عمل تعمل اند زيدو متاكم اللو ومتلكات اند زمتو حياتنا للاجين اتبقوت تتكرر كمليت تأمرام التلين وشاي معسكر لهلو رترين لاجين منابرتهم اجتماعيات تسدد مجلس كمليتهم محاقزهم حلول من مجتمع على مقل ركب كلهم وطنيين اهتمام قلوا دولة استهلم من سودان بقبي متأما توبيا قل تولى جربوا رترين لاجين سفارتكم قل توئي سمحت قلكم دت بهلو أكان فنتين تعزقوا ومخابرات ومن أتوبيا حجوزامكم هلو لتأمر من نفنج سودانيين حرب لا قبات خرطوم لا حربوا رتين لاجين سرهم حشم شعبيات مثل أمن ومخابرات السودان اللي تعاونام بقبي كسلا 14 سكرتريك مثل كتفو ولا حشم مراد نوسهم عدوم أقبلوا عند التمثيلات مع عسكر أدار سر حجزوا من دعالات تدريب ذهب يومكم مثل عسكر يوم لتأمر بل الإمام الخرطوم مع عسكر والشريفين لأتو رترين لاجين أسكلا سلامكم سلي ركبوا وحشم شعبيات دي بمعسكر عند أتام يبقاسب أسك رتريا كمسل آتم النوم مالت هدقم بسحام رترين لاجين من سودان أسك جنوب سودان أتوبيا ومصر إقلتو مهرين البشر مال بزه طالبوا منكم اللو وسبسلطة جوازات وحرس حدود ناي سلسيتا دولما من مهربين البشر آكيامتهم اللو كل دولة تحبر ثاني هتوم حسام متنسيت كرن سيوب يقول يوم دول على الأخبار دي بالله تامم هلام كيرن سأيوب. مرحبا بكم. حيسام متنسيت كرن سيوب من اللي ندات لنا عرروت ندالو مسمسوت حنتي لا تبلاريس من موقع أدمات قل ترجمت لنا سنة موضوع يوم كالاي كفال قلنا نقدم لكم تو متابعتكم انسيم مسمسة وعنقلالي شوم من اللي ندأت لنا تحرت معارضة للمواطنين اللي إريتريا تعذبوا بالهلات جرائم وكيفعل منو ندال وشعب بريء لودوم للمس وأسباب اندات حجرنا إقل نشرح لكم توم لحودام السلطة لهلو الوقت اللي كل إريتريا تعذبوا بالهلات جرائم وكيفعل سببه لحودام دي السلطات لهلو لديكتاتور حودامت فساد للشمو جنرالات حودامت مكاتب للو قيمة سياس أو حودام اتحت للو كورنيلاتهم للي بلها قيت مودة قابة اللام اللي هي بزحامة قلنا فريح منا اللي بالأفكار لتبقست قبي الحلول مئقل لك باك قدر وقل فرقوتو بزح تعب إلى تحزين اللي هي لو قلان سبسلتات حقوت كرو مشاكلنا حتى عمل لرهي منا اللي بالهدف لا تبقساتهم لكن حتى لا ترسع وقاريت من تهلم
الذي بلعل لو سلطات لقيت درجوا بسبب اتحاد لا تحبا لك يملأ له بمشاكل سبت هلاتهم اللي اتحد لها مشاكل سبت حبا لكم لعلق اللي عن اللحظة تعواتام سبت اللام زيادة اهتمام قلت يبلو وجب أساس قابلها الحمام كل الوطنتم اللي حمام وطن كاملة عامم سبت هلاته دي بريتريا ديكتاتورية اند تعواتات أردت طافحة للهلات أوامر وسياسات اتفعل ترجم اتحادي درجة لها المواطن بهلت لجسس للحسة كادر قدام للعذب ديش من التكنولوجي لبوم ما لجمع بيلو للبل اقل ديكتاتور للاتاكة وبعدام من نحودا وقولام سلطات بايت فانت مسؤوليات إلو كل جرائم اقل رفعوكم وجبهم اقل آمر هلت قلنام الذي ابتحت لو ودو جرائم مثل السلطات لو دول نأسان ونؤونات متاورون لنا يتحاتيام حوتهم اللي هيك قدرتهم حدث من قبضتهم إزحام سبتهم لكن بكت من ركبه كل لنا يوم دي بحدن الجامعة لولو الأجر جرائم أكلات لعله لو سلطاتكم قبي شكال أبام دي بالله قلنا انتبه لا توجب قاريت من تهلم الذي بلعله لو قولام سلطات للي بالمفهوم أمر حكم ديكتاتور إقل ريم زايدت إيدي لبوم اتحت للو كل أوامر ديكتاتور لنفذهم لو تم ودو جرائم وكي أفعال إقل إينا تحاول مدقاق لا تحزيم اللي إقل تفهم هي بزح بحث لا تحزي يكون اتلا حالة الله الذي خارج لنبر أريتريين مثل كافية توم اللهم مواطنين اللهم أقل لا السلطات لها الله حكم ديكتاتور تأييد ومعنوية ليت عند يقبين بزهسة دايت مال والدولوم لما دافع الشعب نتبها لا قبلها الله توعيات وقولام سلطات إلو ودول إلو جرائم إقل التلالو مثل لا تحت لهلو كوفوك من التعاونو من انري كافية مسالتام اللهم التامت سدايت حكم ديكتاتور لهلو اتقبام أمبل اللوما أزيم حاريام لهلو من تحت لشاكو مثلن باطرام كم هلو ليلة أمرام من مجتمع رتريا بزحام هلو سببنا إلو كل لجرا وجر لها لجرايم اتوقلان سفسطات ليتا ماسسوتو من إفهم لك بقساتهم إلو كل تأرتريا لقبا وقبلها لجرايم إسياس ليتا لتحمل لتبهل اللي فهم اللي لبوم حتى لا ترسع وقاري الليل إقل إسياس زياد من درجة ودمين آدم إقل لترئي ولا تحسب لا تقدرت فقريت نايلام إقل عشرات السنوات تتخدم لعلت معاونة منادلين وشعب تام كامل شعب إريتريام من إسياس إقل الفراح نتيجتنا حتى عمل يكون من كل لتأكه إلو كل مشاكل بحود مطالب لرهيلة حزين كنا سبت قباته لبس حو تنازيم معارضات بدل أساس لك قضية اهتمام والدوم من العالم تماتو ما لترأو قليهم سياس مثل سرهم من معارضة يقل تفهم لحزها الله عند التمثلو مثل عند تفاهمو رأيو عند أقيرو حلول يقل لأمسو للي بالفهم بوم قليهم سياس كما إذا جرائم لتعلم لها الله اعتذاري قل لك قدم للتاكوم قليهم الذي برتريا لها الله حكم بقلو وذا جرائم وأكي أفعال إشارة تأسل لها الله للي بالرئيس سبت بوم تغيير حكم لتبل كلمة من نحر نكايدو لترأو قليهم تلا أزلها الله حكم تغيير أو تعديل حود يقل لقبال حزون اللي بكفو اللي بالسؤال دول قربتهم لكن بلي سالبهم قالهم اتسياس منع يقل لقبا عند بيلو اتنايش مشاريع لتفررهم قالهم اتسياس منع يقل لقبا للحزو وبأسلوب طور يقل لقبا ودي بستات لهلو عند تشنكو الذي في شعب
بله اللي صلعت حياة لتبل سيت بوم قاليهم بزح حاجات انت اتمسامسو لبدير اجرام واديام السلطات اللي قايرو لترأو قاليهم اتخايرو التنازم واسمايو ليت افرو رامتوم اللي اسك الله اتحرت معارضات اللي ترى لها هلا بعامة حقوريناه دي بدتريا تغيير يقل لقبا التقبلها الجهد حبة يقل اوقي قدر الذي بحرت معارضات اللي اللو ابل الاستخدام اللي اللو اسلوب بزح سر لبهم وتقيل حزل اللو يمسلوم للافقورة كرن قالوت من إذنهم من ما يتحلفتهم لكن سنشقل اللو سبت مسلهم سنري حملاتهم حيثما تنسيت كرن سيوب عرورتان ومسمسوت حنتي لتبلا رئيس من موقع ما تقل ترجمة لركبنا وفنتوي كتب كالا كفالو دي بلا تمام هلا سالتي كفالو تتمت سامن اقل لتقدم قلكم توم كيرن سأيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيثما تنسيتنا يوم قاشاي بمواسامكم هلينا قاشاي انت اليوم ملحي او منادل السهيل بصو املاخ لبهل ناشط ومنادل قديمته سلف التعنوان الى موضوعنا دين اتي بنفسه قلت امرنا السهيل ومنه هي لموضوع او الى رئيس دي بقنتها قيتم. مرحبا بك أستاذ السهيل، أهلا بك في راديو سأيوب. مرحبا بك، وأولا أشكرك باسم راديو سأيوب قبولك دعوتنا وحضورك ضيف في راديو سأيوب من أجل الشرح في الأوضاع الحالية في وطننا، وفي نفس الوقت حتشرح لنا أنه المبادرة أو قمتم بمبادرة في الآونة الأخيرة، وحنتكلم عن المبادرة. لكن قبل هذا وذاك ممكن السهيل بصو أملاخ، من هو السهيل بصو أملاخ؟ ممكن تعرفنا؟ تفضل أستاذنا السهيل. شكرا جزيلا أستاذ عادل. وفي المقدمة أود أن أشكر لك، أشكر زملائك، وأشكر راديو سأيوب التي هي تعطي المعلومات وتوعي الجماهير بلغات تيغري وبلغات عربية. فأود أن أشكرك وأود أن أهني الإذاعة، وأتمنى أن تكون راديو سأيوب تكون راديو متطورة، وتكون تشمل في كل إريتريا من كل اللغات، وتكون أهم الإذاعات الإريترية في الآن وفي المستقبل، والحمد لله إن شاء الله في الإريتريا الحرة الديمقراطية. اسمي سهيل بصو أملاك، سهيل أو سهيل سيم. سهيل بصو أملاك. أنا التحقت بجبهة التحرير الإريترية في أواخر 74 في أوائل 75، ونادلتها مع الجبهة وفي الجبهة حتى 85. أكثر ناس يقولوا الجبهة دخلت السودان 81، ولكن أنا أحد من الناس الذين عادوا إلى الميدان كجيش التحرير، كجبهة التحرير، ونادلنا حتى 85، ولكن بعدها الظروف ما سمحت لكي نواصل نضالاتنا في داخل إريتريا، فأجبرت إلى السودان. ومن السودان عشت في السودان ل4-5 سنوات، ومنها لجأت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فالآن أنا في أمريكا في فيرجينيا في ضواحي واشنطن دي سي. عندي عائلة، عندي 3 بنتين و1 ولد، وأنشط في كل ما بما قدري، أنشط وأكافح مع كل
زملائي والمناضلين والنشطاء من أجل تغيير النظام ومن أجل الحرية والديمقراطية في أريتريا. فهذه هي المقدمة بصفة مختصرة، وشكرا أستاذ عادل. طبعا شكرا جزيلا، ونتمنى أنه للسهيل ولكل الإريتريين المتواجدين اللاجئين العودة إلى البلاد، تغيير النظام أو إسقاط النظام والعودة إلى البلاد. تمام أستاذنا سهيل، طبعا موضوعنا الليلة حيكون عن المبادرة بتاعتكم. قمتم بمبادرة في الفترة الأخيرة، والكلام ده تقريبا يمكن عدى عليه سنة، والمبادرة زي ما لاحظنا هي كانت بعد انتهاء الحرب ومحادثات السلام بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي. بعد الحرب اللي أجبر فيها سياسة فرق وجماعة الشعب الإريتري دخول الحرب على أراضي تيغراي. بعد الفترة دي طبعا تقسمت فيها النشطاء الإريتريين أو المناضلين أو كانوا الإريتريين، تقسموا فيها ما بين مؤيد للحرب وما بين معارض الحرب على شعب تيغراي، ودخول الشعب الإريتري في هذه الحرب الذي لا نعقل فيها ولا جمل. أنتم في اللحظة هذه بعد انتهاء الحرب وأثناء فترة المحادثات قمتم بمبادرة وسميتموها مبادرة هيئة التيسير، أو كمان ضرورة عملية تشكيل قوة وطنية، يعني قوة وطنية موحدة لإريتريا، وتعمل باسم الشعب الإريتري في خارج البلاد وتكون صوتا للشعب الإريتري. المبادرة دي في جوهرها جميلة، وعنوانها عنوان يعني بالنسبة للناس وقت ما تسمع بالعنوان يعني تتبشر بالخير. أنا عايز منك إن شاء الله هسه أول حاجة تحدثنا عن المبادرة دي، وعملتم طبعا وثائق للمبادرة دي وشرحتم في عدة سيمينارات، فأرجو أستاذ سير أولا ادينا نبذة عن المبادرة باتجاهات الاثنين بالوثيقتين، يعني تحضرتم وثيقتين كده، فادينا نبذة عن المحاضرة. تفضل عن المبادرة. تفضل أستاذ. نعم أستاذ عادل، شكرا جزيلا. المبادرة مبادرة هيئة التيسير من أجل إقامة قوة وطنية موحدة لكل الفئات ولكل أصحاب المصلحة في تحقيق الحرية وحماية سيادة الوطن وإعادة كرامة الإنسان الإريتري. فهذه المبادرة بصفة عامة، المبادرة بدأت من منتدى الحوار المفتوحة. فالمنتدى الحوار المفتوحة كانت جارية لمدة 2 وأكثر من 2 والمنتدى كان لديها نقاشات مستمرة حول كيفية تجاوز الانقسامات وكيفية توحيد القوة الوطنية المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية وحماية السيادة الوطنية. فهذه المنبر، هذه حوار مفتوح، منتدى الحوار المفتوح، التقت ببعض منابر وبعض كيانات مماثلة لها، الذين كانوا يعملون من أجل الوحدة، من أجل توعية الجماهير، ومن أجل توحيد صفوف المعارضة، ومن أجل تقوية الحراك والحركات الشعبية. التقت بعدة كيانات وناقشت كل الكيانات مع بعض، وجاءت إلى الاتفاق لتكوين هيئة تيسيرية لإقامة القوة الوطنية الموحدة. فهذه هو الإنشاء أو الانطلاق لهذه الهيئة. فسنشرح ما هو الهيئة وما هو مهمتها وهدفها، ما هو الأساليب التي تتخذه من أجل تحقيق الهدف التي انطلقت أو الهدف التي أقامت لأجله. فالشيء الأساسي هو
معسكر المقاومة، بعض الناس يقولوا معسكر المعارضة، ولكن الاسم الصحيح هو معسكر المقاومة، من أجل إعادة كرامة الإريتريين ومن إعادة الحرية والديمقراطية ومن أجل حماية السيادة الوطنية. هذه هي تحتاج إلى توحيد صفوفها، وتنتهي الانشقاقات والانقسامات، وتجي مع بعض لتواجه المساعب التي يواجهها شعبنا، ولنخلص شعبنا ولإنقاذ شعبنا وأمتنا من الاضطهاد ومن الاستعمار الديكتاتوري، من الاستعمار البقيد التي لا لها أي شعر للشعب الإريتري. فالمهمة الأساسية هو تمكين كل الفئات، المنظمات والمؤسسات والنشطاء والحراك، يجوا في قوة واحدة موحدة من أجل إنقاذ الشعب الإريتري والأمة الإريترية، وتكوين انتقال إريتريا إلى دولة دستورية ديمقراطية بطريقة منظمة. فهذا هو المهمة الأساسية. لكن هذا المهمة هو التيسير، بمعنى هو تيسير من أجل إقامة القوة الوطنية. بل القوة الوطنية حتكون تتكون أو تقام، الهيئة التيسيرية هي فعلها تيسير فقط، ولكن أصحاب المصلحة، كل الأصحاب المصلحة، المنظمات، التنظيمات والأحزاب والأفراد والنشطاء، كلهم كأصحاب مصلحة يقوموا يدركوا الضرورية ويتمكنوا على إقامة هذه القوة المرتقبة. لأنه معسكر المقاومة يعاني من عدم الوحدة، عدم تنسيق الجهود، لأن الجهود المكثفة التي يقوم بها النشطاء هي هائلة وكثيرة في كل الأماكن. الاتساع أفقي، وفي كل الأماكن في حركة وفي جهد متكثفة، ولكنها تعمل كلها بطريقة متجزئة ومشرذمة. فعلينا نوحد كل الطاقات من أجل هدف محدد، اللي هو إزالة النظام والانتقال الثلث إلى ديمقراطية. فهذه هي المبادرة بصفة مختصرة، أو الهيئة التيسيرية. والهيئة التيسيرية بعدما اتفقوا الكيانات كونوا هيئة التيسير وعملوها هيئة تيسيرية مستقلة، بمعنى لا مرتبطة بالكيانات أو بالمنتديات، تكون حرة وتكون محايدة من أي تنظيم، من أي أيديولوجية، ومن أي جماعة. هي تكون محايدة من السلطة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. فعليها هو الدور للتقارب، الدور التوعية، والدور حيكون لتمكين أصحاب المصلحة الإريتريين السعيين والمكافحين للعدالة والمؤيدين للديمقراطية، يكون لديهم مؤسسة وطنية واحدة يملكوها كلهم مع بعض، ويكونوا يشتغلوا ويبذلوا جهودهم بصورة مركزة من أجل إزالة النظام والانتقال الثلث إلى ديمقراطية. هدف محدد من أجل هذه. إذا نحن نتمكن ونقدر لوصول لهذه النقطة، الشيء الأساسي هو يحتاج إلى قوة وطنية، والقوة الوطنية تحتاج إلى قيادة شرعية منتخبة من قبل المواطنين الساعيين للعدالة، ومنتخبة بطريقة شرعية وشفافة، وتكون ممثلة لكل
لكل الأنشطة وتنسق كل ندالاتنا في الخارج في المهجر، ويكون اتصالها مع الوطن مع داخل البلاد، فتنسق وتوحد وتكون ممثلا شرعيا للمعسكر المقاومة. بهذا نكون نحتل المحل الأساسي اللي هو سيادة الإريترية. لا له أي واحد يحميه الآن، هو معرض للأخطار، أخطار كثيرة. فعلينا أن يكون لنا ممثلا شرعيا، ويكون يتكلم باسم واحد من أجل المعارضة، من أجل المعسكر المقاومة. فهذه هي المبادرة بصفة مختصرة، ولكن حنجي إلى الوثائق التي أصدرتها. في الوثيقة الأولى هي التقييم بصفة عامة، والوثيقة الثانية هي ضرورية القوة الوطنية والعملية تشكيل القوة الوطنية. فحنجي لهذه الوثائق بندا ببندا بعد قليل. شكرا جزيلا. جميل أستاذ سهيل، شرحت ما فيه الكفاية. وطبعا أنت عامة مع الشرح بتاعتك كل الوثيقتين كمان مريت عليها، لكن برضه حيكون فرصة أكثر عشان نشرح يمكن بند زي ما قلت. كده حاجة في كلامك ذكرت آخر أنك تنتخب القيادة، هيكون ممكن القوى الوطنية حتكون قيادة موحدة وتتحدث باسم الشعب الإريتري وباسم النداء الإريتري. فكده قبل ما نخش في الجسم يعني حتنتخب القيادة كيف؟ عن طريق إيش يعني؟ ممكن الآلية اللي تنتخب بها القيادة إما مذكورة في الوثيقة حنمر عليها. النازي يعني من دولة لدولة موجودة، يعني واحد في ألمانيا والثاني في الولايات المتحدة الأمريكية. إيه هي الآلية اللي حتنتخب بها القيادة؟ نعم، هناك شوشرة صغيرة. أنا مسموع كويس؟ هناك شوشرة أستاذ عادل. لما تتكلم أنت عندي اللغة بالشوشرة، فكويس. هل يعني سمعت السؤال ولا لا سمعت السؤال. كيف تتشكل القوى الوطنية، وكيف تنتخب القيادة الشرعية للقوى الوطنية؟ I think هذا هي السؤال، right؟ نعم. الآلية. نعم الآلية بصفة عامة. المعسكر المقاومة بكل اتجاهاته، بكل أجزائه، التنظيمات والأحزاب والمؤسسات والمنظمات المدنية والمنظمات المهنية، كلها هي بتكافح وبطريقة صحيحة نناشد ونكون نحترم ونؤيد كل النشاطات التي يقوم بها المنظمات والتنظيمات والأحزاب والمؤسسات. الشيء الفاقد هو عدم وجود مؤسسة وطنية واحدة تشمل كل المنظمات وكل التنظيمات والأحزاب، ويكونوا كلهم يكاتفوا ويكونوا يشتغلوا في اتجاه محدد بطريقة منظمة. فهذا هي الشيء الفاقد، الشيء ما موجود الآن. فالآن الهيئة التيسير هي بتبذل جهدها لإدراك الشيء الأول، هو فهم وإدراك ضرورية إقامة أو التشكيل القوى الوطنية. إذا اتفقنا في هذا وضرورياتها، وكل واحد بيقول من جانبه، كل واحد من جانبه يتكلم عن الوحدة، عن تنسيق، عن ضرورية عمل مع بعض، كل شيء. وفي تنظيمات فيها إتلافات، وفي مزلات 7 و5 و10 و20 هي موجودة
وهذه التنظيمات والإتلافات هي بتقوم بدورها، ونحن بنناشر وبنأيدها ولا لنا أي خلاف معها. ولكن التجزؤ والتشرذم قائم، فالهدف الأساسي هو إنهاء التشرذم، لأنه عندنا دولة ذات سيادة من دون حكومة، من دون نظام ومن دون دستور يسيطر عليها طاغية، مجموعة مسيطرة بفرد واحد، شخص واحد، ويدخلها في أي شيء كما يريد. والشعب يعيش في حالة سيئة من سنة إلى سنة، 30 سنة. إريتريا هي الآن في حالة خطر. والآن الخطر أكبر أخطار، والخطر الذي يجي من الجوار ومن أي شيء، سواء كان من الجنوب سواء كان من أي اتجاه، هو يكون يهدد أمتنا، يهدد وطننا، ويشرذم ويضطهد شعبنا. فلازم أن ننهي هذه الأمور، أمور صعب، لكي تغيير هذا الأمور إلى حياة طبيعية، ولحماية السيادة الوطنية التي حققناه بدماء لا تتحدى بأي ثمن. فعلينا أن نوحد صفوفنا من أجل هدف محدد: حماية السيادة الوطنية، تحقيق الحرية، وانتقال الثلث الديمقراطية. فكيف نوحد كل الأجزاء المختلفة إلى مؤسسة واحدة؟ هذا هي سؤال مهم، لأنه المؤسسة اللي نتكلم عليها نقول قوة وطنية، مؤسسة وطنية، ولكنها مؤسسة وطنية تقوم شبه الحكومة. ففي أي بلد في حكومة، فالحكومة دي واحدة، ولكن في داخل البلد في منظمات وفي أحزاب وفي مؤسسات مئات، أكثر من مئات. ولكن الحكومة في وطن واحد هو حكومة واحد، بمعنى كل الناس وكل التنظيمات وكل الأشياء هو يكون منظم ويعيش تحت الدستور، تحت قانون، والقانون يكون يجري مجرياته ويكون سيادة القانون الدستور. نحن ما عندنا دستور، ما عندنا قوانين، عندنا نظام بلا قانون بلا دستور. فعلينا نحن في المهجر نشكل شبه منظمة التي هي مش تحزب وتنظيم معين. هذا هو مؤسسة وطنية بتشمل كل فرد وكل مواطن إريتري، وكل مواطن إريتريا تكون عضو لهذه مواطن إريتري مكافح للعدالة. هذا هي محددة، لأنه الهدف هو عدالة، الهدف هو ديمقراطية وحرية. فالمكافحين للعدالة كلهم، سواء كان يكونوا في التنظيم، سواء كان يكونوا غير التنظيم، وفي المؤسسات المدنية والحراك، كل الناس تكون تشترك في إقامة هذه القوى، وتكون تنتخب قيادتها بطريقة ديمقراطية. هذا هي جميل سهيل. نعم جميل أستاذنا سهيل. الآن الأولويات أنت الآن ذكرت من ضمن كلامك، أو كان في الوثيقة الأولى، هي طبعا المشاكل اللي أدت بينا إلى الانقسام والتشرذم. هي واحدة من المشاكل هي قضايا القيادة والتمثيل، وكانت دي كمان أعتقد مريت عليها. الانقسام، سوء ترتيب الأولويات دي كمان أعتقد يعني مريت عليها. في حاجة منهم في مسائل بتاعت أصحاب المصلحة. نعم. أصحاب المصلحة اللي هم المفترض يكونوا مشاركين في القوى الوطنية الموحدة.
نعم. طيب هناك في أصحاب مثلا طبعا بعد الحرب بتاعت تجراي، الحرب كان شعب على شعب تجراي اللي خاضوها النظام الإريتري والنظام بتاعت أبي أحمد هناك في أراضي تجراي. الشعب الإريتري انقسم اللي موجود في الخارج، في منه من أيد الحرب دي بمبررات إنه العدو الخارجي وما أدراك ما العدو، في منه من عارض الحرب دي لأنه لا يمكن أن الشعب الإريتري يخرج خارج البلاد ويحارب في قضية ما قضيته. في منهم يعني عارض الحرب دي على أساس إنه الامتدادات الحدودية، وفي منهم كمان يعني استنكر الحرب ووصل لحد الحموضة يعني، وعلى أساس إنه قال إنه بقى أصبح ينادي بوحدة شعب تجراي ووحدة شعب إريتريا، والحدود ما يراعي الحدود ولا شيء، ففي من غير مراعاة الحدود اللي ترسمت من قبل الاستعمار قديما. الآن حتى يعني معناها أنا أقصد من كلامي في هذا إنه من غير مراعاة السيادة الإريترية. فهنا في أصحاب المصلحة، هل أنتم يعني ناقشتم أو كمان ذكرتم إنه المسألة في بعض الناس كانوا ما عندهم عدم احترام للسيادة، وبالتالي كيف حيكون مشاركتهم في هم منظمات، هم تنظيمات فيهم منظمات، ولكن ما احترموا السيادة الإريترية، وبالتالي يعني هل ناقشتوا في الحتة دي هل كيف حيكون دورهم شنو في القوى الوطنية الموحدة إذا تم تشكيلها وإذا نجح الهدف؟ تفضل. نعم. شكرا جزيلا أستاذ عادل. الحرب الفاتت، حرب تجراي، يقولوا حرب تجراي، حرب شمال إثيوبيا، هي كانت حرب صعبة، والانعكاسات والفهم وأدت إلى التشرذم أكثر، أو الانقسامات بقى حادة أكثر في صفوف المقاومة الإريترية. هذا هو السلبيات من الحرب. في الحرب انتهت، ده شيء واحد، ولكنه التجارب الذي كان في داخل المعارضة والمناقشات الحادة، ودي يجب أن نكون نتجاوز بصورة إيجابية من أجل حماية سيادة وطننا. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية، هيئة التيسير شرحت الهدف والمهمة، ولكنها لها مبادئ صارمة تحميها وتطبقها. فممكن أقول المبادئ هي مبادئ حاكمة، هي السيادة الوطنية، لا نمس ولا تمس من قبل أي جهة، سواء كان يكون في منظمة أو أي واحد خارج البلد، داخل البلد، في جيران ودفر. السيادة الوطنية هي المبدأ الأساسي. فالقوة الوطنية، لما نقول نشكل القوة الوطنية، المبدأ الأساسي هو لحماية السيادة الوطنية، لأن إريتريا هي سيادة نمبر 1، شيء رقم 1. رقم 2 مرتبط معها هو الوحدة، وحدة الأراضي الإريترية، وحدة الأراضي الإريترية برا بحرا وجوا. فوحدة الإريتريا، إريتريا هي دولة بحدودها جغرافية متكاملة ومرسومة ومعروفة. كلام فارغ، الناس تتكلم حدود دي ما تحدد الحدود الإريترية معروفة. فهي دولة بأراضيها، ووحدة أراضيها هو معروف، والقوى الوطنية حتكون مسؤولية لحماية الوحدة الأراضي الإريترية برا بحرا وجوا. جميل. و3 الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية هي المبدأ الأساسي كما ذكرت، هي السيادة، وحدة الأراضي برا وبحرا وجوا، الوحدة الوطنية الإريترية من كل الأطراف، جنوبا شمالا غربا وشرقا، من كل أطراف إريتريا، الجماهير الإريترية، الشعب الإريتري كشعب إريتري، مواطن إريتري، ووحدته
حياته وسلامته وكرامته. هي النقطة الثالثة، المبدأ الثالث. المبدأ الرابع هو إزالة النظام البقيد، إزالته تماما، لأنه النظام هو نظام غير شرعي، غير قانوني، غير ضد إريتريا، ضد سيادتها، شرد الشعب ودخل الوطن إلى خطورة ما ممكن. الأجنبيين والاستعماريين كانوا بيتهرون هو بشكل غير معقول، هو بيتهد. فدين هم مبادئ أساسية القوى الوطنية ترتكز عليهم. فالمنظمات جميل. استاذنا سهيل شويه، معلش استاذنا سهيل، انا حاجاتك شويه حسنا الزمن داهمنا وحنواصل في الجزء الثاني. انت ذكرت المبادئ الاربعه، وحنستمر في الجزء الثاني ان شاء الله. حيسام تنسيتنا مثل المناظر السهيل المدير عليه مقابله يبقى لا يفكر لنا تلاليته دحن اسمنا كيرن سأيوب. هاي تمت تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا تمام أخبار إقلت قمقلكم. من السودان دربوا بقبي متما توبيالا تولاجي نبرت له معسكر ديبو وروت إرتري لاجي أبو هويتهم يتأمرت شفتا الداخل معسكركم سلقات ما تتحبروا ديبا معسكر لاجين حالة أمن وسلام عند تتكلم جيس كمليتهم مثل منبرت معيشة لاجين سلام عند حقلوا حياتهم متخطر كمليت عند الشراء والإماتاتهم لالو عمل عند تحب عوض قلابة بودي معسكر للعطو شفتا من عمل تعمل عند زيدو متاكم اللو ومتلكات انتظمتو حياتنا للاجين اتبقوت تتكركم اللي تأمرام التلين اوشاي معسكر للو رترين لاجين منابرتهم اجتماعيات تسدد متكم اللي محاقزهم حلول من مجتمع على مقل ركب كلهم وطنيين اهتمام قلوا دولة استهلم من سودان بقبي متما توبيا قل تولى جربوا ورترين لاجين سفارتكم قل توئي سمحت قلكم دت بهلو أكان فنتين ده تعزقوا ومخابرات ومن أتوبيا حجوزامكم اللولة تأمر من نفنج سودانيين حرب لا قبات خرطوم لا حربوا ورترين لاجين سرهم حشم شعبيات مثل أمن ومخابرات السودان ده تعاونام بقبي كسلا 14 سكرتريك مثل كتفو ولا حشم مراد نوسم عبدهم أقبلوا عند التمثيلات مع عسكر أدار سر حجزوا من دعلا تدريب ده بيومكم مثل عسكر يوم لتأمر بل الإمام من خرطوم مع عسكر والشريفين لأتو إرترين لاجين أسكلا سلامكم سلي ركبوا وحشم شعبيات دي بمعسكر عند أتام يبقسب أسك إرتريا كمثل آتم النوم مالت هدقم بسحام إرترين لاجين من سودان أسك جنوب سودان أتوبيا ومصر إقلتو مهرين البشر مال بزه طالبوا منكم اللو وسبسلطة جوازات وحرس حدود ناي سلسيتا دول ما من مهربين البشر آكيامتهم اللو كل دولة تحبر ثاني هتوم حيثام التنسيق كرنس أيوب. لاقي اليوم الدولية ملعنا برنامج نادي باللي تمم هلا. متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقرنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو.